أحد مراجع الدين وهو السيد صادق الشيرازي قبل 5 سنوات التقيت فيه في قوم، وحدثني عن قصة. قال قبل 60 سنة كان صحن الحسين مقبرة، وكان يدفن فيه الموتى، وكان رجل اسمه عبد الرضا، حج عبد الرضا ورع تقي، يقول يدفن الموتى. الدفن 10 دقائق. يقول جابوا امرأة عجوز ابنها جايبها، يقول نزل حج عبد الرضا يدفنها، 10 دقائق خلصت، ربع ساعة، نصف ساعة، وماكو. لما نزلوا لقوه مغمى عليه عند قبر العجوز. وعوه من غيبوبته، صعدوا شنو الأمر؟ قال لهم أريد ابن العجوز أسأله سؤال. قالوا له شنو؟ التفت له قال له أمك شعدها ويا الحسين؟ قال له أمك تقرأ على الحسين؟ قال له لا. قال له أمك تسوي مجلس على الحسين؟ قال له لا. قال له أمك تطبخ على الحسين؟ قال له لا. عدها موكب؟ لا. شنو القضية؟ قال له لازم عدها شيء. قال له من احنا أطفال نسمعها دائما نصيح يا حسين. قال له وبعد؟ قال له احنا فقراء عايشين على قد حالنا، عندنا حديقة بالبيت نزرع بيها وناكل من عندها، بس قال له علمتنا على شيء واحد، قالت ماما يما الاسبوع 7 ايام 6 ايام ناكل، ويوم السابع ما ناكل، نوزع للحسين. حج عبد الرضا احكي لنا شنو القضية هاي من لسان السيد إلى أذني. يقول رأيت نور من الضريح وصوت حج عبد الرضا اترك المرأة إنها في ضيافتي، واحنا غير حسين ما عدنا، والذنوب هواي. الحسين واقف وسط الميدان، انظروا إليه بقلوبكم. الحسين وسط الميدان يريد له شربة ماي ماكو.